السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. فتاة أو بنت الفشوش تعتدي على قائد الملحقة السابعة الشيغا مدينة تمارا. كنظن بزاف منكم شافوا هذا الفيديو اللي انتشرت كالنار في الهشيم في هذه الليلة هذه. وقبل ما ندخل في التفاصيل ونعاود لكم واشنو وقع واشنو داروا معاهم، بغيت نقول للناس اللي كيديروا الملاحظات هذه يقولوا لي علاش الصوت والصورة ما مقادينش، فهذا فيديو يعني مركب، يعني الصوت ركبته على فيديو سابق، فلذلك هذه الملاحظات التقنية بلا ما تقولوها لي في التعليقات. فندخلوا في التفاصيل. فواحد الفيديو اللي المدة ديالو 2 دقائق و50 ثانية، كتبان فيه واحد الفتاة. انا حطيت بعض المقاطع منه هنا لان فيه بزاف ديال العنف، وانا في القناه ديالي ما كنحاولش نروج هذا الشيء ديال التعنيف وديال الضرب، ولكن غنوضح للناس شنو وقع. فهذا الفيديو هذا اللي قلنا المده ديالو 2 دقائق و51 ثانية صور امام المقاطعه. شنو اللي وقع؟ ان واحد 3 ديال الناس اعتدوا على قائد الملحقه. علاش اعتدوا عليه وشنو وقع بيناتهم؟ اللي كاين يعني حسب مصادر موثوقه من عين المكان ومن المدينه، ان هاد 3 الناس، يعني هاد السيد اللي كتربطوا علاقه قرابه بهاد السيده هادي، حجز لهم القيد شي سلعه ديالهم، حجزها لهم، دار المحضر ديالو يعني المسائل ديالو القانونيه كما هي. ومن بعد هادي يجيو عنده المقاطعه، وبالضبط نهار الاربعاء، لان بزاف ديال الناس ما عارفينش امتى تصور الفيديو. هو تصور وسط الاسبوع، يعني الحادثه والواقعه وقعت يوم الاربعاء الماضي. حنا دابا كنهضر معكم في الليله ديال الاحد وداخلين على نهار الاثنين، فوقعت نهار الاربعاء. مشاو عنده المقاطعه. هذا السيد هذا اللي هو اللي كتربطو علاقه ديال القرابه مع هذه السيده اللي كيبان في الفيديو في الاخر تيقول لها نمشي معاك بالقانون، جا طلب من القائد ديال الملحقه المحضر. فالقائد يعني قال ليه لا، ما يمكنش، انا كاينه سريات البحث وهذا ما نقدرش انا نعطيك المحضر، يعني مسائل قانونيه. فالسيد يعني دخل هو وياه في واحد النزاع وفي واحد النقاش، و غادي يخرج القائد ديال الملحقه لتما. هذيك السيده بدات كتصور، يعني بدات كتصور القيد الصفه ديالو الضبطيه، لان بزاف الناس ما عارفينش ان القيد راه عنده يعني صفه ضبطيه، يعني هو يعتبر ضابط في الشرطه القضائيه. فقال لها راه ممنوع التصوير وبيحيد لها البورطابل. فالسيده ردت الفعل ديالها انها بدات كتصرفق فيه وبدات كتدفع فيه، مع العلم انها عارفه بانه هو القيد ديال الملحقه السابعه، يعني عارفه شكون هو هذاك السيد، شي واحد الشفار اللي جا بيشفرها ولا بيسرقها. عارفه بانه القائد معاه الناس ديال القوات المساعده، معاه الشيخ، معاه المقدم، وشافته فاش خرج من المقاطعه، ومع ذلك يعني قامت بهذاك الفعل. فمن بعد فاش وقع هذا الواقعه هذه، ولا فاش وقع هذا الحدث هذا، بدات كتهددو وتتقول ليه ما تقربش ليا راه غنضربك. القايد تيقول لها ودي راه ما عندكمش فين تحركوا دابا، ما عندكمش فين تمشيو حتى تجي الشرطه، لانه هو كيف قلت لكم عنده الصفه ديال ضابط في الشرطه القضائيه، بمعنى انه هو الا مشي لي حتى اعتديتي عليه بهذه الطريقه هذه، راه ماشي يتسناك يمشي للدار ويدير شكايه ويجيب محامي، لا، كيعيط للامن كيجيو كيوقفوك مباشره. فبقاو كيتسناو يعني هذا وقف معاه تما، قال لهم غنمشي معكم بالقانون، حتى هما قالوا ليه نمشي معكم بالقانون، يعني في اطار كلمه مني كلمه منك. هو اللي سمع الفيديو كان تيقول بالضبط اودي انا راه ما غاديش نرد عليك وما غاديش نضربك كي ضربتيني، انا عندي معك حاجه وحده هي القانون، يعني هكا سالت معاها. فمن بعد يعني جا الامن، تم التوقيف ديالهم، وحاليا بثلاثه متابعين في حاله اعتقال، 3 متابعين دابا، ففي انتظار شنو غادي يدير معاهم القضاء. فاحنا ديجا هضرت في هذه القناه على ديك القضيه ديال داك الطبيب في مدينه تطوان اللي كان سب قيد بحمار، وتحاكم الى تنفعني الذاكره ديالي، تحاكم كان 6 شهور حبسا نافذا. فغالبا حتى هي غاديه في نفس هادشي، وهذا الشيء علاش دائما كنكرر في هذه القناه، راه فاش كنهضروا على شي موضوع وفاش كنأكدوا عليه وكنقولوا عباد الله احترموا الناس ديال السلطات، عباد الله راه ما يمكنش تصرفوا بحال التصرفات هذه، سواء كان المواطن عادي ولا مواطن في السلطه. فما كنقولهاش من فراغ، لان راه هذا الشيء ما كيمشيش يعني هكاك. وغالبا الناس ديال السلطه راه ما كيتنازلوش، هذا يعني القاعده هي هذه، لان السلطه عندها واحد الهيبه ديالها. فالقائد راه غالبا ما يتنازلش، وهذه السيده هذه راه حرمات راسها دابا وهذه دوز العيد داخل اسوار السجن. فهذه هي المعطيات اللي كاينه دابا، في انتظار الجلسات، في انتظار نشوفوا واش كاين، ولكن الضرب راه موثق بالفيديو واللي شفناه كاملين. فهذا الشيء اللي كاين لحدود ساعه، فغادي نحاول نوفيكم بجميع المعطيات المتوفره من بعد. فالى هنا الاخوان، استودعكم الله، الله يحفظ بلادنا. شوف خويا راه ما هو حسب القنطره والله شوف هذا كيتهجم عليا
هذا كيصورني سويتو 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 ماشي مشكل هادشي اللي بغيت سويتو قلتو لي راه صور هذاك هي منين تشدات الاول كاع ما شفتيش بارك الله الشرعيه اللي بيرو قلت على اساس باش انني نهضر معاه نقول له هذاك ماشي اسلوب حضاري باش انك تجيب عند حاج البيرو. بالنسبه للحج انا عندي ما ندير به. بالنسبه للحج السلعه اللي كناخذوها كتحجز. شوف السلعه اللي كتحجز كنديروا بها محضر وكتصيفط للجهه المختصه. ما تقوليش عطيني السلعه وعطيني المحضر. ما كاينش عطيني المحضر عطيني السلعه. كل واحد يتحمل مسؤوليته. اي فعل كل واحد يتحمل مسؤوليته. لا سيري بحالك ما تهضريش ما عندكش الحق. سيري بحالك اللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته. هذا القانون تهجمتي عليا وجبت العائله ديالي كامله وكتهجموا علينا بدون قطع. تهجمتوا علينا شهاده الجامع. اخويا القانون انا ما نمشي معاك حتى شي حاجه. ما تمشيش ليا ما نضربك ما نحادي. انا والله تمشي معاك في القانون. ما تحاد معاك يهودي كاع انت ما تهضر معاه حتى شي دخل فهادشي. ما عندك حتى شي دخل. خليني نهضر مع السيد. تهجموا علينا يتحملوا مسؤوليتهم صافي.